مساء شريف على جميع. كان في فيديوهين نزلتهم قبل كده بخصوص موضوع الهجرة الغير شرعية لأمريكا عن طريق المكسيك، واللي كان ضحيتها أسرة مكونة من أب واتنين بنات وولد. اتنين بنات راحوا السما، والولد والأب كانوا في حالة خطرة بسبب إطلاق ناري من القوات المكسيكية أثناء عبورهم الغير شرعي من الحدود المكسيكية الأمريكية. وإن بلاش حد يجي بشكل illegal لأمريكا. ومع ذلك بعديها بأقل من شهرين كان في حالات وفاة وصلت ل7 حالات لمصريين أقباط من المنيا أيضا، جم عن طريق السواحل من خلال نيكاراجوا وقبلها كولومبيا وقبلها بلاد تانية. وشرحنا وقلنا بلاش برضو حد يجي بشكل غير شرعي، لأنهم ماتوا عن طريق البحر من خلال غرق المركب اللي كان بيحمله. هل هتتوقف هذه الطرق المميتة للناس اللي جاية من مصر لأمريكا بشكل غير شرعي؟ لا، بس احنا بنعمل اللي علينا، وده واجب ودي أمانة. اللي اكتشفته كمان مؤخرا ان برضو من المنيا ومن الفيوم في أسر جه شبابها، الكلام ده تجاوز السنتين و3 سنين تحديدا من بداية الحرب الروسية الأوكرانية. في مصريين شباب بيروحوا روسيا، في الأول بيروحوا يا إما للدراسة أو للشغل، وبيقعوا هناك في فخ التعيين في الجيش الروسي بشكل إرادي أو إجباري. بشكل إرادي إن هم بيروحوا هناك على أساس إن في حد بيسافرهم من مصر لروسيا بعقد اتفاق إن هو يخش الجيش الروسي ويقبض $8000 في الشهر، وياخد بعد سنة من تعيينه في الجيش الروسي الجنسية الروسية، وبعد كده منطلق يعيش حياته. مفيش حد بيقعد سنة، مفيش حد بيقعد 6 شهور، مفيش حد بيقعد شهرين على بعض، لأن كل اللي بيخش الجيش بيتحط في الصفوف الأمامية وبيتقتل. ده حالات كتيرة وصلت لي، وقصص كتيرة حقيقية وصلت لي. الحالة التانية إن في ناس بتبقى رايحة للدراسة هناك أو للشغل هناك، ما بقاش في الأول هدفها إن هي تخش الجيش، وبعد ما بيلاقوا صعوبة في الصرف على المصاريف الدراسية، بيضطروا من خلال سماسرة هناك ان هم يخضعوا للدخول الجيش الروسي علشان يقبضوا $8000، ويقولوا لهم هتخرجوا من الجيش بعد سنة واخدين الجنسية ومعاكم فلوس كويسة تقدروا تفتحوا بيه مشروع او تكملوا دراستكم. وبرضه ما بيحصلش. اضافة لكده في ناس بتخش السجون الروسية لأي سبب، وهناك بيتم مساومتهم او التفاوض معهم ان هم يخرجوا من السجن مقابل ان هم يخشوا الجيش الروسي، وبرضه النتيجة واحدة وهي الموت. حالة مهمة جدا سمعت عنها ودي في غاية الخطورة، لشخص دخل روسيا على سبيل ان هو يشتغل، والشخص اللي كان عامل له العقد اول ما وصل هناك قال له للاسف الوظيفة بتاعتك اتاخدت، بس انا عندي وظيفة تانية احسن. ايه هي؟ قال له تخش الجيش الروسي لمدة بس 2-3 شهور، وبعد كده تخرج نكون جبنا لك شغل تاني. ولما دخل قالوا له هناك ان انت بتمضي عقد بتعيينك او بالتزامك في الجيش الروسي لمدة سنة، عشان بعد السنة تاخد مكافأة شهرية اللي هي $8000 وتاخد الجنسية. محدش بيقعد، لان اول ما بتخش تدريباتهم ما بتكملش 10 ايام، وبعد كده بينزلك على مناطق حساسة في الحرب في الأراضي الأوكرانية، وبتبقى في الصفوف الأمامية، وانت مش متدرب وانت مش جاهز وانت معكش لغة علشان حتى تستعين بزمايل ليك من الجيش الروسي، أو زمايل ليك من الجيش الروسي مش روسيين، لأن في أكتر من 420 ألف شخص متعينين في الجيش الروسي غير روسيين ومعهمش اللغة الروسية. من ضمنهم على الأقل بتقديرات
مبدئية 40% مصريين، شباب مصريين سنهم ما بين 19 سنة لحد 40 سنة. رغم ان الجيش الروسي لحد منتصف الحرب في 2022 او 2023 كان التعيينات في الجيش لا تتعدى 30 سنة، فتحها لحد 40 سنة. وده طبعا علشان هو عايز اكبر عدد ممكن يقدر يحطهم في الخطوط الامامية للجيش، علشان ما يستنزفش ارواح الروسيين في الحرب. الموضوع اشبه بحرب الوكالة. طيب، الحالات اللي سافرت روسيا مصريين، منهم مسلمين ومنهم مسيحيين، لكن بنسبة كبيرة برضو للأسف من المنيا، وبيجي في المرتبة الثانية من الفيوم، ويجي في المرتبة الثالثة من بني سويف، وبعد كده تخش على الصعيد بكل محافظاته. هما بيستهدفوا الشباب البسيطة اللي في القرى وفي النجوع اللي في الصعيد، سواء خدوهم عن طريق الدراسة، بتروح تدرس وما بتعرفش تكمل فتخش الجيش، او عن طريق شغل فيروح هناك ما يلاقيش فرص الشغل فيقول له تخش الجيش، او عن طريق ان هو من مصر في سماسرة. واقول لكم مين السماسرة دول كمان بالمناسبة. السماسرة دول بيبقوا اوريدي دخلوا الجيش الروسي وعدوا السنة، مصريين وعدوا السنة، وبعد سنة خدوا الجنسية الروسية واتقال لهم انتوا خلاص كده بقيتوا مواطنين روسيين، اخدموا بقى دولة روسيا. ازاي اللي انتوا تعينوا او تبقوا سماسرة لمصريين تانيين عايزين نجيبهم من مصر. فلو روحوا انقذت من الحرب يروح يجيب ناس تانية من مصر عشان يخشوا ويموتوا. خلال ال6 شهور اللي فاتت بس في تسجيل 25 حالة وفاة لمصريين في الجيش الروسي. ده المثبت رسميا، ده المثبت رسميا. وزي ما هو برضو مثبت رسميا ان في اكتر من 16,000 مصري لم يعلم هويتهم او لم يعلم يحدد مكانهم حتى الان بعد دخولهم روسيا. معظمهم طلاب سنهم بيبدأ من 18-19 سنة لحد 25-26 سنة. طيب الحل، المشكلة الأكبر بقى ان انت لما بتخش الجيش الروسي بتتنازل عن جنسيتك المصرية، عشان هيقول لك ان انت خلاص دخلت يبقى انت عد 365 يوم سنة وهتاخد الجنسية الروسية، فانت مش محتاج الجنسية المصرية. في مصريين وقعوا أسرى حرب في الجيش الأوكراني مش عارفة السفارة المصرية في روسيا ان هي تفاوضهم. هتفاوضهم على ايه؟ ما هم اساسا تنازلوا عن جنسيتهم المصرية، فمش عارفة تفاوض الحكومة الأوكرانية ان هي تبعتهم لمصر او يتم افراجها على هؤلاء الاسرى، لانهم الاوكرانيا بترد لهم هم جنود روسيين مش مصريين، ما همش الجنسيه المصريه. اذا ايه الحل؟ الجثامين للمصريين اللي اتقتلوا في الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي اتنازلوا عن جنسيتهم مش قادرين يرجعهم بلدهم. ده في ازمه كمان ان في روسيا الجنود اللي بيتقتلوا ما بتهتمش بامرهم، لا بتسجلهم ولا بتدفنهم ولا بتدفع تعويضات لأسرهم ولا أي حاجة. متخيلين كم المأساة؟ على إيه؟ على إن أنت رايح لمجهول. يعني مع احترامي الشديد أيا كان الوضع اللي أنت فيه في مصر، أيا كان أنت عايش، أنت حي ترزق، سفرك ومخاطرتك بحياتك في روسيا لا تختلف عن مخاطرتك بحياتك في الحدود المصرية الأمريكية المكسيكية أو السواحل الأمريكية بأي شكل. هي طريقة غير شرعية لدخول بلاد والحصول على الجنسية منها. عند إخواتنا المسلمين لا ترموا نفسكم في التهلكة. وعندنا في الإنجيل أما الحكيم فيرى الشر ويتوارى. إذن أنت ليه بتعمل في نفسك كده لأي مقابل؟ محدش دخل ونجا، واللي بينجو بيتجند كسمسار لدى الجيش الروسي عشان يدخل ناس تانية تبقى ضحايا. فهو تحول من مقتول لقاتل. أرجوكم نشر الفيديو دوت علشان نوقف الاستنزاف الجديد لدماء وأرواح المصريين في الغربة عن طريق الموت وطريق الجحيم داخل الجيش الروسي. وربنا يسلم الجميع.